تخيل معايا يا عزيزي ان حد دايما بيشك في اللي حواليه، وحد تاني بيحب يكون نجم الشله هو اللي بيكون محور اهتمام الناس كلها، وحد تالت ما بيعرفش يتخذ قرار غير لما يكون معتمد على الناس اللي حواليه. دي مجرد امثله لبعض الاضطرابات الشخصيه اللي هنتكلم عنها النهارده، وهي محور اهتمامنا. وهنتكلم النهارده عن اختبار سكيب 2، هو محور او حلقه عنوان الحلقه بتاعت النهارده. هنتكلم عن سكيب 2، وده الاختبار اللي بيستخدمه الاخصائيين عشان يقدروا يحددوا انواع الشخصيات او اضطرابات الشخصيه بشكل دقيق بشكل تفصيلي. خليك معايا عشان نتكلم عنه بشكل تفصيلي اكتر. في البداية خلينا نعرف يعني ايه اصلا سكيتو. سكيتو هو اسم مختصر لاسم طويل شوية، خلينا ننطقه ونحفظه مع بعض. هو Structure Clinical Interview for DSM Disorder فيرجن 2. خلينا الاسم ده بما ان هو تقيل كده احنا نخليه عليه نطلق عليه اسم الاداه السحريه، وهي الاداه السحريه اللي بيستخدمها الاخصائيين عشان يفهموا الشخصيه بتاعهم. يا النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. يعني لو حد عنده مشكله نفسيه مش واضحه، سكيب دو مهمته هنا ان هو عامل زي الكشاف اللي بينور الطريق عشان الاخصائي او الدكتور يعرف السبب الحقيقي ورا المشكله دي. بس خلي بالك ان ده مش اختبار اونلاين زي اللي يقول لك اعرف شخصيتك في 5 دقايق، لا ده اختبار علمي لازم اللي يقوم بيه واللي يعمله اخصائي او دكتور نفسي. برافو عليك. طب الاختبار ده بيقيس ايه بقى؟ الاختبار ده بيدور حوالين 3 مجموعات من الاضطرابات الشخصيه، هنتكلم عنها بعدين مع بعض. تعالوا بقى نشوف ايه هي الانواع دي. برافو عليك. المجموعة الأولى يا عزيزي وهي المجموعة A، وهي تضم الشخصيات الغريبة والغامضة، زي مثلا الشخصية اللي هي البارانويد أو الشخصية المرتابة، وده اللي بيبقى شاكك دايما في اللي حواليه، وحتى لو مثلا أنت بتتكلم في التليفون هيفكر إن أنت بتتكلم عنه. وفي الشخصية الفصامية، وده اللي بيحب العزلة وينعزل عن المجتمع، بيبقى حابب إن هو يعيش في عالم موازي أو عالم تاني خالص. وفي الشخصية فصامية الشك، والشخصية دي اللي بيبقى عنده أفكار غير مفهومة ومعتقدات غلط، بيبقى عنده هلاوس أو مثلا شايف إن هو بيؤمن بنظرية المؤامرة أو إن في حد بيفكر أو عايز يقتله أو يخلص عليه. برافو عليك. وتاني مجموعة هنتكلم عليها وهي المجموعة بي، والمجموعة بي دي بيطلق على الشخصيات بتاعها اسم الشخصيات الدرامية أو العاطفية، لأنها بتضم شخصيات زي الشخصية الحدية أو البوردر لاين. والشخص ديت أو النوع دوت من الشخصيات بتلاقي دايما هو عنده مشاعر متقلبة، مزاج متقلب، علاقات مضطربة، يعني مثلا في يوم بيحبك ويوم التاني بيكرهك. في الشخصية التانية وهي الشخصية الانتي سوشيال او المضادة للمجتمع، وتلاقي الشخص دوت ولا بيهمه قوانين ولا بيهمه مشاعر حد، اهم حاجة هي مصلحته الشخصية حتى لو حساب غيره. وفي الشخصية الهستيرية، والشخص الهستيري ده اللي بيعايش على الاضواء او بيكون شخص درامي بشكل مبالغ فيه. وفي الشخصية الرابعة برضو في المجموعة دي وهي الشخصية النرجسية، اللي بيبقى دايما شايف نفسه احسن واحد او هو بيكون محور اهتمام القعدة او الناس كلها. وتالت مجموعة هي مجموعة سي او بيطلق عليها الشخصيات الخايفة او القلوب، لانها زي الشخصيات مثلا التجنبية، ودي اللي ما بتحبش مثلا تخاف من النقد او حد يقول لها رأيها عن حاجة، فبالتالي بتقرر ان هي تبقى موجودة يعني تنعزل عن العالم او ان هي تاخد جنب من العلاقات الاجتماعية عشان تتجنب اي حاجة من الحاجات دي. وفي الشخصية الاعتمادية، وده اللي بيكون ما بيعرفش يتخذ قرار لوحده خالص، ولازم يكون معتمد على اللي حواليه عشان ينفذوا له الحاجة دي او ان هم يساعدوه في اتخاذ القرار. وفي الشخصيه الوسواسيه القهريه، وده اللي بيبقى حابب ان الحاجه تتعمل 100%، او زي مثلا وساوس او افكار كتير اتكلمنا عنها في حلقات تانية. طب احنا بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده، اصلا اختبار سكيب 2 ده بيقيس ايه او هو مهم ليه؟ اول حاجه بيساعد الاخصائي عشان يقدر يشخص حاله المريض بشكل ادق وبشكل تفاصيل كمان، وكمان بيساعده في ان هو يحط خطه علاجيه سواء مثلا علاج نفسي او بالادويه او الاثنين مع بعض. وكمان بيساعد الفرد او الحاله ان هو يفهم شخصيته بشكل تفاصيل اكتر، بدل ما هو بيفضل مثلا تايه عند الدكاتره هو مش عارف ايه مشكلته الحقيقيه. وكمان بيساعد في البحث العلمي، انما مثلا حد مثلا اللي هم الدارسين او الباحثين العلميين هم بيعملوا دراسات عن الشخصيات، بيقدر يخليهم او بيساعدهم في الابحاث بتاعتهم دي. بعد كده بتيجي بقى خطوه مهمه ان هو ازاي الاخصائي او احنا مثلا عموما بيتم تطبيق الاختبار. اول حاجه الاخصائي بيبدا يوجه اسئله للحاله، او حتى الحاله ذات نفسها هو اللي بيبدا يجاوب على الاسئله اللي موجوده في الاستبيان، عن طريق ان الاسئله دي بتكون موجهه عن مثلا المشاعر او الافكار والتصرفات. بعد كده بتيجي خطوه
خطوه مهمه، وان هو الاخصائي بيبدا يحلل النتائج دي ويفسرها عن طريق ان هو بيجمع الاجابات بتاعه الحاله، ويبدا بقى يشوف هل الاجابات دي بتطابق المعايير بتاعه الاضطرابات الشخصيه ولا هي مجرد سمات عاديه. لان كل اضطراب شخصي ليه عدد معين من المعايير او مثلا الشروط، لان لو مثلا هو طبق العدد المعين ده او حقق عدد معين يبقى هو ممكن يتشخص بالحاجه دي. لو اكتشف ان هو عنده اضطراب شخصيه دي مش نهايه العالم، بالعكس دي اول خطوه عشان يبدا خطوه العلاج، وان هو يبدا يحسن علاقته سواء بنفسه او بعلاقته بالناس اللي حواليه. وفي النهايه يا عزيزي، اختبار سكيتو مش مجرد كلام على ورق، ده مفتاح مهم لفهم الشخصيه بعمق. ولو حسيت انك انت او حد قريب منك عنده مشكله في ان هو يتعامل مع نفسه او مع اللي حواليه، ما تترددش ابدا ان انت تروح لاخصائي او حد مختص عشان يبدا يفهم الشخصيه، لان الفهم اول خطوه للعلاج. وبكده تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. سلام.